سلام، اليوم راح نعمل مع بعضنا سويس رول ولا بسكوي رولي ولا تاني لابوش، كل واحد كيف يسمعها. نشوفوا مع بعضنا طريقة تعداد الوصفة والمكونات اللي نحتاجوها الوصفة تاعنا خطوة بخطوة. هنا كمرحلة أولى نبداو بالكريمة. هنا عندي 250 غرام كريمة سائلة ذات مصدر نباتي، هذه هي الكريمة اللي نستعملها. وعندي 75 غرام سكر ناعم. نبدا هنايا بالخفق تاع الكريمه تاعي. هنا في حاله انه عندكم الجو تاعكم سخون ولا يكون في فصل الصيف، الكريمه لازم تكون بارده مليح من الثلاجه. وتاني الاناء اللي راح نستعمله نطلعوا فيه الكريمه تاعنا لازم يكون بارد. اما في فصل الشتاء يعني ما كان حتى مشكله، ولا كيعود الحل بارد ما كان حتى مشكله. نطلع هنايا الكريمه تاعي مليح بالطريقه هذه. في المرحلة هذه بعد ما طلعت الكريمة نزيد لها هنايا باتاغام ولا منكه. انا حطيت منكه البخاليني، انتم المنكه اللي تفضلوه تقدروا تحطوه، تقدروا تحطوا حتى فانيلا. ونكمل نطلع الكريمه تاعي. في المرحله هذه بعد ما طلعت الكريمه تاعي نروح هنايا لجبن الماسكربون. هنايا عندي 250 جبنه الماسكربون، 250 غرام جبنة الماسكربون. نحاول هنا اني نطراها ونخففها بالطريقة هذه يعني بالخلاط الكهربائي، حتى تعود الكريمة تاعنا ولا الجبن تاعنا يكون خفيف نوعا ما. هنا كيما قاعدين تشوفوا. في المرحلة هذه هنايا عندي 2 مغارف كبار تاع شوكولا تاع الطلي، تقدروا تستغنوا عنها يعني وتعوضوها بمنكه. وتاني تقدروا تعوضوها حتى بالبخاليني ولا اي ذوق تفضلوه، يعني تقدروا تزيدوا حتى كريمة البيستاش ولا كريمة نوازيت، يعني ذوق شخصي. نكمل هنايا نخلط المكونات مليح مع بعضها. بعد ما يتخلطوا مليح مع بعضهم بالطريقة هذه نهبط هنايا الجوانب كما قاعدين تشوفوا. ونبدأ هنايا نزيد بالتدريج كريمة الخفق اللي طلعناها مع بعضنا هي والسكر بالطريقة هذه. لازم نبقى نزيدها هنايا بالتدريج به كيما نقولوا حنايا كي يعودوا فيها تاني الهواء ياسر يخرج الهواء بالطريقة هذه وتتمازج مليح. حتى في التغليف ولكن نستعملوها للتزيين يكون الشكل تاعها مليح، وتكون تاني الكريمة هذه كيما نقولوا حنايا ما فيهاش الهواء ياسر. نبقى نزيد بالتدريج حتى نكمل الكريمة تاعي كاملة بالطريقة هذه. ودي هي الطريقة اللي نخلطوا بها الكريمة ولا نضيفوا بها الكريمة للباقي المكونات بالطريقة هذه حتى كل شيء يتمزج مع بعضها. في المرحلة هذه الكريمة تاعنا كما قاعدين تشوفوا جاهزة وواجدة. نحطوها ترتاح في الثلاجة حتى نكملوا مراحل كاملين. هنا في المرحلة هذه نروح للبسكوي تاعي. هنا عندي 4 بيضات، وعندي هنايا 80 غرام فرينة، عندي 60 غرام حليب، 60 غرام زيت، 20 غرام كاكاو، و50 غرام سكر. ومنكه اللي تفضلوه تقدروا تحطوا منكه البخاليني ولا منكه الشوكولا، يعني هذا تاني ذوق شخصي راجع ليكم. بما انه البسكوي تاعنا بذوق الشوكولا نفضلوا هنايا نزيدوا البخاليني، ذوق البخاليني بيمدلها طعم يعني مليح اكتر واكتر. هنا نبدا نفصل البياض عن الصفار
بالطريقة هذه، ونحاول هنايا من ما طيح لي حتى طرف تاع صفارة في البياض تاعنا. والبيض تاعنا لازم نكونو جبدناه من قبل، يعني تقريبا لازم يكون درجة حرارة الغرفة يكون دافي يعني بوقت. هنايا نبدا نزيد هنايا رشة ملح ونبدا نطلع البياض تاعي بالطريقة هذه، ونزيد هنايا بعد ما يوصل للقوام هذا نبدا نزيد هنايا السكر. هنا حتى يطلع كيما نقولوا حنايا الابيض تاع العظام تاعنا يطلع مليح. في المرحلة هذه بياض البيض تاعنا طلع مليح. هنا كيفاه نعرفوا بياض البيض تاعنا طلع؟ كيما تشوفوا كيعود متماسك بالطريقة هذه، وتاني كي نقلبوه ما يطيحش. كيما قاعدين تشوفوا في المرحلة هذه نعرفوا بياض البيض تاعنا ناجح 100%. نحطه على جهة ونروح المرحلة الجاية. هنا عندي صفار البيض تاعي، زدت له هنايا الحليب اللي هو 60 غرام حليب، ونزيد هنايا الزيت 60 غرام زيت، ونزيد هنايا 20 غرام كاكاو، مكونات كل مع بعضهم. ونزيد هنايا المنكه اللي تفضلوه انتم، انا حطيت منكه البخاليني. ونبدا هنايا نخفق المكونات مليح مع بعضهم. نزيد هنايا الفرينة اللي هي 80 غرام فرينة. هنا المكونات لازم يكونوا مغربلين، كما الفرينة والكاكاو لازم يكون مغربل. تخلط هنا المكونات مليح مع بعضهم بالطريقة هذه. في المرحلة هذه بعد ما تخلطوا المكونات مليح مع بعضهم، نبدأ في المرحلة هذه نضيف البياض، الخليط تاع البياض اللي هو السكر بالعقل على الخليط تاعي اللي عملناه كما قاعدين تشوفوا بالتدريج، يعني من الفوق لتحت، ونعطيه وقته. ما لازمش نخلط بزربة كما قاعدين تشوفوا. نبقى نضيف الخليط بالعقل بالتدريج ونخلط بالطريقة هذه. ونحاول اني ما نخرجش الهواء من الخليط تاعي. نبقى نضيف بالطريقة هذه حتى نكمل خليط كامل تاع بياض البيض. في المرحلة هذه الخليط تاعنا جاهز، نحطه في صينية ولا في بلا. مقياس تاع البلا تاعي 32 على 34. المقياس تاع الصينية ولا تاع البلا مهم جدا، يعني ما لازمش تكون يعني يكون البسكوي تاعنا خشين باه كي ندوروه ما يتكسرناش. نحطها طيب على 165 درجة يعني من تحت، وطيب شوية من الفوق، وما خليهاش طول ياسر باه ما يشيحش البسكوي تاعنا ويجينا يعني كما نقولوا حنايا تاني ما يقدرش يدور ويساعدنا باه ندوروه. في المرحلة هذه كما قاعدين تشوفوا البسكوي تاعنا طايب، يعني تقريبا 10 دقائق كان واجد. يعني نتوم هو النوع تاني تاع الفرن تاعكم نخليه يبرد على جهة كيما هك، يعني كيما نقولوا حنايا ما ندوروش. هنا بعد ما يبرد مليح نبدا هنايا نحط الكريمه تاعي بالطريقه هذه. نحاول نحطها بشكل متساوي. في المرحله هذه نزيد هنايا كريمه الطلي ولا كريمه الشوكولا ولا الشوكولا تاع الطلي بشكل عشوائي كيما قاعدين تشوفوا.
تقدروا تعملوا كيفي وتقدروا تاني ما تحطوش شوكولا. حطيت هنايا كمية تاع الجوز ولا كمية تاع الزوز، يعني كمية قليلة كيما نقولوا حنايا مرحي بالطريقة هذه، يعني ما هو مرحي خشين ما هو مرحي رقيق، كيف كيف كيما قاعدين نشوفوا بطريقة عشوائية. ونحاول اني ندورو بالعقل، يعني نحاول اني نشكل البسكويت غولي تاعي بالعقل بالطريقة هذه. هنا الفكرة واضحة. كيما قاعدين تشوفوا يعني ضرلنا بكل سهولة. في المرحلة هذه ندورو ونحطو في ورق الزبدة ولا ورق الطهي، ونحاول اني نلفو في الورق بالطريقة هذه. في المرحلة هذه نحطو في الثلاجة على الأقل 4 سوايع. هنا بعد ما ارتاح 4 سوايع نجبدو هنايا كيما قاعدين نشوفو من الثلاجة. نبدا هنا في المرحلة هذه نزين كيما نقولو حنايا البسكوي غولي تاعي ولا لابوش تاعي، نبدا نزينها بالطريقة هذه. هنا الفكرة واضحة. والتزيين تاني راجع ليكم حاجة اختيارية، يعني الحاجة اللي تفضلوا تزينوها، يعني كيما نقولوا حنايا الحاجة اللي تزينوا بها البسكويت تاعكم راجع ليكم، يعني تحبوا تزينوا بعد بالشوكولا، تحبوا تزينوا بالزوز، تحبوا تزينوا كيما نقولوا حنايا اي حاجة تفضلوها انتم، يعني هنا تبقى راجعة ليكم. انا زينتها حطيت عليها الكريمة بالطريقة هذه وخليتها باتت ليلة كاملة باه ترتاح مليح وتتماسك، يعني البسكويت تاعنا يتماسك مليح. زينتها باوراق، حطيت على شكل اوراق الشوكولا، وتاني البيبي تاع الشوكولا كيما نقولوا حبيبات الشوكولا حطيت عليهم اللون الذهبي ولا الملمع الذهبي، وزينت بتاني باوراق الذهب بطريقه بسيطه. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم وتجربوها، وما تنسونيش بالاعجاب والاشتراك في القناه، ونقول لكم سلام الى وصفات اخرى ان شاء الله.